يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاستئناف مشواره في بطولة الدوري العام المصري بمواجهة قوية مع نادي بيراميدز، ويأتي ذلك بعد تعثر الأهلي في المباراة الثانية على التوالي بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما في الجولة الماضية. وسيلتقي النادي الأهلي مع بيراميدز ضمن منافسات الجولة 11 لبطولة الدوري المصري الممتاز يوم الاثنين المقبل 2 يناير في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر على استاد السلام، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس. ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب جدول المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن نادي الزمالك صاحب المركز الأول، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة. وسبق وتقابل الأهلي وبيراميدز في 16 مواجهة من قبل، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات وتمكن بيراميدز من الفوز في 5 مباريات، وتعادل الفريقين في 4 مباريات. وانتهت آخر مباراة جمعت بين الفريقين بفوز بيراميدز على الأهلي بهدفين نظيفين في الدور الثاني من الدوري العام المصري الموسم الماضي. وسيسعى النادي الأهلي للفوز بهذه المباراة لمصالحة جماهيره والعودة لسكة الانتصارات وتصدر جدول المسابقة، بينما يأمل بيراميدز الفوز بالمباراة من أجل الاقتراب من قمة جدول المسابقة في ظل المنافسة الشرسة على اللقب.